حبايبي واخواتي، الاخبار وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم خالد كمال وفيديو جديد، كرة اون تايم. النهارده هنتكلم في حاجات خطيرة جدا 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 بخصوص الزمالك وأزمة الثلاث لعيبة، أحمد بالحاج واللي جاي من أسوان إعارة لمدة 6 شهور بنية البيع، وناصر منسي من البنك الأهلي، وعودة محمود شبانة من الإعارة من نادي سموحة. فيا ريت اللي بيشوف الفيديو دوت اللي لسه مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويدوس لايك لو عجبه الفيديو. وما تنسوش تابعوا صفحتي على الفيسبوك، خالد كمال كرة اون تايم. هسيب لكم اللينك في وصف الفيديو. ويا ريت تابعوا الحلقة للآخر، لأن هتشوفوا هتسمعوا كلام خطير جدا جدا جدا، بالأخص يخص جمهور نادي الزمالك وكل المنتمين لنادي الزمالك. فيلا بينا نخش في الموضوع. الموضوع يا جماعة، أزمة القيد ما بين نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري، كلنا عارفين إن هي تصفية حسابات ما بين اتحاد الكرة وأستاذ جمال ما بين أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والخلافات و... و... وال... وإن مرتضى منصور كان بيغلط في الاتحاد وأعضاء الاتحاد وكان على طول بينتقد الاتحاد فالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أستاذ جمال علام اتخذوا قرار إن هم بمنع القيد من نادي الزمالك، وإن هم مش هيسجلوا الثلاث لعيبة بحجة المديونيات اللي على نادي الزمالك. الموضوع هنا خطير جدا يا جماعة، خطير جدا جدا جدا، لأن في حاجات هتعرفوها وهتسمعوها آه يعني هتستغربوا من اللي أنا هقوله. بصوا يا جماعة، دلوقتي اتحاد الكرة المصري حط نفسه في موقف. لو الفيفا أصدر قرار هيوقف النشاط الرياضي في مصر، وهنا جه دور أستاذ هاني أبو ريدة، اللي احنا كلنا عارفين نفوذه في الاتحاد الدولي، وعارفين نفوذه في الفيفا، وعارفين قربه من انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وان هو تدخل في اكتر من مرة ان هو ما يوقفش النشاط الرياضي في مصر. ما وقفش النشاط الرياضي اللي في مصر لأكتر من سبب. الاسباب اللي الاتحاد الحالي والاتحادات السابقه اللي كانت بتقع فيها، والفشل الاداري اللي كان بيقع فيه الاتحادات، كانت هتوقف النشاط الرياضي في مصر. فبالتالي ازمه القيد اللي عملها اللي اختلقها الاتحاد المصري لكره القدم بسبب السبب الظاهري اللي هو المديونيات اللي على نادي الزمالك. طب انت دلوقتي كاتحاد انت ما عندكش نص في اللائحه الداخليه تقول ان انت تمنع نادي محلي من القيد الا لو ما دفعش المديونيات. يعني انت ما عندكش نص في القانون بيقول ان انت هتمنع القيد للنادي الا لما يدفع الفلوس، فده ما فيش نص في القانون عندك او في اللائحه بيقول كده. فبالتالي الزمالك الشكوى اللي هو قدمها في الفيفا بنسبه 99.9 بناء على كلام استاذ معتز الشامي ب 99.9، تمام. هيرد يقول لك ده شأن داخلي. طيب، هنيجي هنا لو الفيفا قال لك ده شأن داخلي. شأن داخلي ده يعني ان انت كاتحاد مصري تشوف ايه اللي ممكن يتعمل وتعمله. طيب، دلوقتي الزمالك بيقول ان هو رفع اسماء الثلاث لعيبه على السيستم الساعه 11 ونص بالليل او الساعه 11 بالليل، وان الاتحاد المصري بيقول لك الزمالك ما رفعش الاسماء. فهنا في وجهتين نظر، وجهه نظر بتقول ان الزمالك رفع الاسماء على السيستم قبل الميعاد قفل القيد، وان الاتحاد المصري ما عملش كونفيرم او ما عملش ابروف على الاسماء ديت. والحل الثاني ان الاتحاد المصري قال، وجهه النظر الثانيه ان الاتحاد المصري لكره القدم قال لك ان انا الزمالك ما سجلش اللعيب. طيب، فاحنا مش عارفين مين اللي صادق، او الوضع في النقطه دي بالذات احنا مش عارفينها. فلو الاتحاد المصري الزمالك رفع الاسماء على السيستم واتحاد الكره المصري ما عملش ابروف على الاسماء دي، فالاسماء دي كانها لم يكن وانها ما اتسجلتش على السيستم. ليه؟ لان لو الاسماء دي اتسجلت على السيستم
وعدت الساعه 12 ودقيقه، الاسماء دي لو ما اتعملهاش ابروف قبل الساعه 12 هتنزل من على السيستم، فاكنها لم يكن. طب لو الاسماء دي الزمالك سجلها في الميعاد قبل الساعه 12 والاتحاد المصري عمل ابروف على الاسماء الثلاث لعيبه، يبقى كده الزمالك من حقه ان هو يأيد اللعيبه. بس هنا الفيفا انا قلت لكم هيبعت جواب للاتحاد المصري هيقول له ده شأن داخلي. طب في النقطه دي لو الزمالك سجل والاتحاد عمل ابروف، هنا الاتحاد هيسجل لعيبه الزمالك بس مش هيطبع الكارنيهات الا لما يسوي امور الزمالك يسوي اموره مع الاتحاد. طب النقطه الاهم اللي احنا عايزين نفهمها ايه هي؟ هل الزمالك رفع الاسماء على السيستم والاتحاد المصري عمل ابروف وما عرفش الناس او ما عرفش الزمالك؟ فدي كارثه. الكارثه الاكبر لو الزمالك رفع الاسماء على السيستم في الميعاد المحدد والاتحاد المصري ما عملش ابروف على الاسماء دي، فبالتالي حتى لو الزمالك سوى مديونيته مع الاتحاد فالزمالك مش هيعرف يأيد الثلاث لعيبه دول الا في فتره القيد الصيفيه. يعني الثلاث لعيبه دول هيقعدوا 6 شهور ما يلعبوش كوره، ودي الكارثه الاكبر ودي الفضيحه الاكبر. طيب الزمالك هنا هيعمل ايه؟ الزمالك هنا لو كان رفع الاسماء والاتحاد عمل ابروف ومن الاتحاد المصري مستني ان الفيفا يجي له جواب يقول له ده شأن داخلي، ساعتها الاتحاد هيسجل اللعيبه ومش هيتبع كيانات الا لما النادي الزمالك يسوي اموره مع الاتحاد. طيب لو الاسماء اتسجلت والاتحاد ما عملش ابروف، ايه اللي هيتم؟ اللي هيتم هنا لما الفيفا يبعت له ده شأن داخلي، الاتحاد استحاله ان هو يأيد الثلاث لعيبه دول لان هو اصلا ما عمل لهمش ابروف او موافقه ان الاسماء دي تتأيد على السيستم. فبالتالي الزمالك هيتمنع من قيد الثلاث لعيبه دول. طب ايه حلول هنا نادي الزمالك؟ حلول نادي الزمالك ان هو هيقدم شكوى في لجنه الانضباط للاتحاد، هتترفض. هيقوم مستأنف، هتترفض. هيروح لفين؟ لمحكمه الكاس. هيروح لمحكمه الكاس الرياضيه. هنا محكمه الكاس الرياضيه هتحقق في الامر وهتقول لك الاتحاد المصري ايه النص اللي عندك في اللائحه بينص ان انت تمنع نادي محلي من القيد الا لو ما دفعش الفلوس. لو ما دفعش الفلوس، فلو الاتحاد المصري بعت لائحه او نص في اللائحه يقول ان انا من حق ان انا ما اقيدش اللعيبه لو النادي عليه مديونيات، ساعتها الكاس هتأيد قرار الاتحاد. لو ما فيش نص في القانون، ساعتها الكاس هيصدر استثناء لنادي الزمالك بقيد الثلاث لعيبه. حضراتكم فاهمين؟ فالقصه في نقطة وقع في نقطة معينة. النقطة ايه هي النقطة دي؟ النقطة ان الاتحاد عمل ابروف على الاسماء اللي رفعها نادي الزمالك ولا لا؟ والنقطة الاخطر، هل الزمالك فعلا رفع الاسماء دي على السيستم قبل الساعة 12؟ انا من وجهة نظري، مش مع مجلس الإدارة ولا اي حاجة، من وجهة نظري ان الزمالك مش هيقع في الغلطة دي. الزمالك رفع الاسماء على السيستم والمستشار مرتضى منصور راح الاتحاد على اساس ان هو رفع الاسماء على السيستم ومستني ان الاتحاد يعمل ابروف على ال الاسماء دي. فده كله الوضع. فاحنا الفيفا بكره هيصدر قرار بنسبه 99% للاتحاد المصري ان ده شأنك، ده شأن داخلي. انت كاتحاد حل الموقف، شوف الموقف ايه عندك وانت اتصرف بناء على اللوائح اللي عندك. طيب دلوقتي لو الاسماء دي اترفعت والاتحاد اصلا ما عملش ابروف من الاول، استحاله الاتحاد هيأيد، لان ده يبقى مخالف للقوانين وهيتحل فيها الاتحاد وهيتوقف النشاط الرياضي في مصر. فبالتالي الوضع صعب والوضع مش مفهوم. هنفهم الوضع لما الفيفا يبعت للاتحاد المصري بكره ويقول له ده شأن داخلي. فبالتالي الاتحاد هيبان هنا بقى الاتحاد عمل ابروف على الاسماء دي ولا لا. هنشوف بيان الاتحاد اللي الاتحاد المصري في اجتماعه اصدر بيان ان هو اول ما الفيفا يبعت له جواب هيعلنه في الاعلام وبناء عليه هيتصرف. فازمه حصلت
من فشل اداري، من فشل منظومه كلها على بعض، خلت ان انت صورتك قدام الناس، صورتك قدام العالم سيئه، سيئه. وتبقى الكارثه الاكبر واللي ما بنتمناش ان هي تحصل، ان الاتحاد ما يكونش عمل ان هو لو ما كانش عمل ابروف على الاسماء دي، تبقى كارثه، تبقى كارثه. ولو الزمالك تقدم بشكوى للكاس، ممكن يتوقف فيها النشاط الرياضي في مصر، لان انت ما عندكش نص يقول على كده، ونص على كده، ان انت كده حرمت نادي من القيد. واللي المفروض ان اللي بيمنع القيد هي الفيفا، مش انت، مش انت كاتحاد اهلي. فدي نقطة مهمة جدا، ودي اللي هنشوفه بكرة بالكتير، اللي هيتم في أزمة قيد لاعيبة نادي الزمالك، لأن أنت كده أثرت أو جيت على نادي الزمالك. ان انت كده جيت على نادي، انت حقك ان انت ليك فلوس، ما حدش يقدر يتكلم، حقك ان انت تأيد اللعيبه وما تصدرش الكارنيهات، تتبع الكارنيهات وما تسلمهاش لنادي الزمالك الا لما يدفع الفلوس، ساعتها ما حدش يقدر يتكلم معاك في حاجه. فانت كده كاتحاد ضريت نادي الزمالك، كده انت كاتحاد صورتك قدام الفيفا وقدام العالم بقت سيئه. انت كده اتحاد بتقف قدام نادي، انت اصلا بتدير الكره المصريه، فانت المفروض ان انت ترتقي بالنوادي، تقف جنب النوادي، تدعم النوادي، مش تدعم النوادي ماديا، تدعم النوادي في ان انت تدور على حقوقها، في ان انت تقف جنبها. فهنعرف كل المواضيع دي بكره، بس انا بقول لكم وعلى مسؤوليتي ان الاتحاد المصري لو ما كانش الزمالك رفع الاسماء على السيستم والاتحاد ما عملش ابروف، هتبقى كارثه على الاتحاد المصري لكره القدم. وساعتها هيبقى اتحاد الكره المصري ده استحاله ان هو يقعد هيتحل، اتحاد الكره هيتحل، اتحاد الكوره هيتحل بالكامل، وهنرجع لدوامه اللجان ودوامه الفيفا اللي كانت عملتها فينا في اللجان السابقه. فيا رب يعدي الايام دي على خير، ويا رب يصلح الكره المصريه، ويا رب نشوف منظومه بتتعامل في الكوره باحترافيه. فان شاء الله بكره انتظروا فيديو مهم جدا بعد قرار الفيفا، وان شاء الله كل الدعم، كل الدعم لنادي الزمالك، كل الدعم للكرة المصرية عموما. يلا اللي عجبه الفيديو يدوس لايك، وما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وهسيب لكم لينك الصفحة على الفيسبوك في الديسكريبشن تحت. ومستني دعمكم، مستني تشتركوا في القناة، وانا كنت مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. سلام عليكم.